كنت ناعسة ما عليا، حتى صونا التليفون نقصت من بلاصتي صاحبني واش الرافاي ساعة أنا نسيت ما درت ليه مود أفيون، واحد الكليانة صونات عليا مع 6 الصباح، قالت لك والو يا كلثوم أجي، عندي وليداتي غادي يجيو عندي مع 12 والو ضروري تجي لعندي وتنقي ليا الدار، راه الدار نقية غير دوزي ليا عليها ولا بوسيغ وبدلي ليا بيت النعاس ليهم وصافي وإلا بغيتي تجلسي معايا فطري معايا قبل وعاد ديري شغلك. قلت لها صافي راني غادي نوض دابا ونلبس حوايجي راني جايه ما ندير باقي حتى حاجه غادي نجي تنجري عندك. داكشي اللي درت البنات لبست حوايجي ومشيت لعندها فطرنا انا وياها ودخلت ديريكت لهاد الكوزينه وكلشي عندها نقي وحتى البيت النعاس بدلت ليها لي زور. هادشي اللي درت حتى لاسبيراتور دوزت لها لاسبيراتور فيت في ما حتى 5 دقائق. وهذه هي الحياة في فرنسا يا البنات. عرفت منكم غادي يجيوني عاوتاني يقولوا لك علاش تخدمي حتى السبت هذه انا غير تنديباني السيده. هادشي اللي كان الكبيدات ديالي علاش ما نديبانيهاش. انا غير نسيت كون درت مود افيون كنا ناعسه تنشخر حتى ل8 حيت ما يمكنش ليا نعس حتى ل9 دينا نعس 9 عرفوا نهاري مريضه غادي نكون مريضه مريضه مريضه. والحمد لله انا ما خداماش بزاف وعندي غير سبيعات قلالات. علاش لا ما نديبانيهمش علاش لا ما نديرش شي سبيعات زايدين ماشي ديال ديما مره في الشهر مره في 15 يوم. علاش لا علاش انا نبقى نتسنى الراجل يعطيني الفلوس لا 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 عمرني ما نمد انا يديا الراجل. بيان سور الراجل هو موفر ليا كلشي يخلص الضرائب يخلص داكشي اللي خاص ما ناكلو وكلشي كلشي انا ما تنخلص حتى شي حاجه الا مشيت باش يعني شفت شي حاجه نشريها ونصيفط لعائلتي فلوس حيت ما يمكنش بقى تقولي ديما الراجل عطيني نصيفط لهم مالين الدار راه واحد النهار غادي يجي يعيا يقول لك لا يا لا واش انا نهزك ولا نهز عائلتك فهمتوني. الحمد لله. طرفت الخبز راه ديال الحلال راها زوينه غير ما نديرو شي حاجه خايبه وصافي. والحمد لله راجل كتار مني وشرينا الماطله هذه تقريبا 6 شهور ومشى شرا ليا واحده اخرى من تيك توك شوب. واش هذا حماق ولا ماشي حماق. شديت هذيك الماطله ديالنا اللي شرينا تقريبا هذه 6 شهور قلبتها وجبت هاد الماطله ولكن هاد الماطله في الحقيقه عجباتني وراها كاليتي البنات والثمن ديالها رخيص بصح داكشي اللي قال ليا. صافي البنات تجي بحال هكذا تنحيد ليها ديك البلاستيكه كيف تتشوفوا وتتنفخ يا البنات بحال نفس الطريقه باش جاتنا حتى حنا هاد الماطله ديالنا. صافي البنات غادي نطلقها عليها ولكن والله العلي العظيم ما عرفتش شنو غادي ندير ليها. واش نحيد ديك الماطله اللي شرينا 6 شهور ونديرها نجربها ولكن قال لي راجلي هذيك كاليتي زوينه وزوينه حتى للظهر قال لي داكشي علاش شراها. قلت له صافي اش غادي نقول لك ما عندي ما نقول لك. صافي البنات تنشدها تنتقبها بحال هكذا باش تنفخ ونخليها تقريبا واحد 3 السوايع حتى تنفخ على خاطرها ونحيد ليها ديك البلاستيكه حتى هي وصافي. اللي بغاتها البنات هذا هو البانيي اورانج اللي حطيت لكم هنايا راه اللي بغاتها راه الثمن مناسب غادي توركي عليها تديك ديريكت. كاينين جميع لاطايات البنات. صافي البنات ها كيف تجي غادي نخليها باقي واحد 3 سوايع 4 سوايع حتى تنفخ على خاطرها وكاليتي زوينه بصراحه تقال وعجباتني. راجلي فيقني مع 3 الصباح قال لك تشهيت الدجاج اللي تديري بحال داك الدجاج ديال المغرب محمر وفيه لاصوص والفريت. صافي البنات مشيت ديريكت للكوزينه. درت مع القزبور والثومه والبصله طحنتهم مزيان وزدت عليهم عاوتاني الثومه درت العصير ديال الحامض وشويه ديال الحامض مصيره البنات نص حامضه قطعتهم ودرت البزار الملحه والخرقوم وغادي ندير شويه ديال الهريسه. هادشي هذه هي الطريقه ديالي كل واحد والطريقه ديالو. وهنايا عندي الزعفران الحر اللي درته في الماء السخون نص كاس. بغيتو ديروا كاس ديروا درت غير نص كاس ونزيد عليه الزيت. وغادي نخلط هذا الخليط مزيان 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 البنات. كيف تتشوفوا وغادي ندير عليه الدجاج اللي خلطت بالحامض وبالملحه. هادشي اللي درت مع السكنجبير ما عنديش بزاف البنات درته في هاد لاصوص ديال الدجاج. صافي البنات غادي ندير ليها بحال هكذا غادي ندخل فيها كامله داك العطريه وديك داك القزبور والثومه والبصله اللي طحنت. درت غير شويه ديال البصله البنات والثومه يعني راه شفتوا كيفاش درت. صافي غادي نخليها تقريبا واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق حتى تدخل هذيك العطريه مزيان مزيان مزيان. شديت هاد البصله والثومه اللي طحنت مزيان غادي نزيد عليهم واحد بصله ونص اللي قطعت ديال البصله قطعتها رقيقه يا البنات. فاش ارتاحت لينا الدجاجه ديالنا غادي نديرها فوق ديك البصله اللي حطيت في التحت وغادي نخليها تقلى بشويه على خاطرها وغادي نزيد عليها هاد لاصوص اللي بقى وهاد العطريه.
هاد التشرميله وصافي. غادي نخليها حتى تقلى ومن بعد نرجع معكم. الزوج قال لك بغى الدجاجه ديال العراسات، راني صيبتها ليها البنات. اللي ما شافتش الفيديو شوفوا الفيديو قبل البنات فاش طابت لينا الدجاجه ديالنا كيف تتشوفوا. غادي نشدها، غادي نخليها حتى تقطر مزيان مزيان ونخليها يعني تقطر في هاد الكوكوت. عندي هاد الشبكه كيف تتشوفوا، غادي نخليها في الكوكوت حتى تقطر مزيان. المهم راه الشبكه ما وصلاش لاصوص. صافي يا البنات فاش تقطرات ليا مزيان غادي نجبد واحد زلافه فيها الزبده وندير الهريسه، وغادي نزيد عليها واحد تقريبا واحد معلقه كبيره ديال لا موطاخت، وغادي نخلطهم مزيان 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 مزيان، ومن بعد غادي نحركهم بيديا. هاد الطريقه يا البنات تخلي لكم الدجاج ديالكم بنين. ونسيت ما قلت لكم في لاصوص لا راني درت الهريسه في لاصوص، نسيت ما قلتهاش لكم في الفيديو قبل، درت ليه لاصوص فيه الهريسه. صافي يا البنات غادي الا بغيتو الدجاج ديالكم يتحمر مزيان زيدوا فيه غير شويه ديال الهريسه وتتعطيها واحد المذاق بنينه 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 وتتحمر. هنايا عندي شي زيتون قطعته مربعات، والزيتون الاخر اللي بقى غادي ندير نصو في الكوكوت باقي، والنص الاخر غادي نحطو نزوق به الدجاجه. صافي يا البنات فاش خلطت مزيان ديك الهريسه والزبده ولا موطاخت غادي ندهن بها غير هاد الدجاجه. وغادي ما تنساوش البنات الفران يكون ديما مشعل، غادي تجي هاد الدجاجه مقرمله وبنينه يا البنات. صافي البنات هذه الضميره ديالي غادي نخليها حتى تمص مزيان 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 البنات كيف تشوفوا راه تمصات ما بقى ليها والو تقريبا واحد 10 دقائق صافي. ومن بعد نحط لكم تتمه الفيديو يا البنات. ناري هذا الراجل ما قادش يصبر والله الا ما كلاه حتى نخويه فوق راسو. ها هي الدجاجه ديالي اللي ما شافتش كيفاش درت ليها شوفوا الفيديو قبل البنات، راه حطيت جوج فيديوهات ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه. هذا الراجل تشهى لي الدجاج محمر قال لك ديال العراسات، قال لك داك اللي كليت في المغرب وانا درتو ليه ماشي من دوك المعكازات، وخا فيقني مع 3 الصباح. شي نهار غادي نجبدها معاه. صافي البنات درت هنايا سيترون مصير الحمض مصير، ودرت هنايا الزيتونات غير باش نزوق به وصافي، ودرت الفريت حتى هو درته في الاير فراير، ومن بعد خشيته في الفران قلت باش يبقى سخون. حيت طاب قبل البنات طيبته قبل كيف تعرفوا هاد لاباري دغيا دغيا تتحمروا يعني دغيا طيبوا صافي. وهذا هو الدجاج ديالي، الدجاج العراسات البنات تيجي بنين يا البنات والريحه يا سلام تقولوا واش نيت انا كاينه في الكوزينه ديال المغرب. وهنا درت الماء يا البنات، هو الماء بارد البنات كان في الثلاجه جبدته درت باش ندير الماء الغازوز، حيت ولا راجلي تيشرب غير هذا الماء الغازوز. دابا عنده الحق راه ما بقاش يدير الريجيم دابا تقريبا شي 4 شهور هو في الريجيم ديال على حساب المرض ديالي ديال السرطان. ودابا قال لي الطبيب ما صافي كل اللي عجبك دابا. صافي يا البنات وهذا هو الغدا ديالنا ولا العشاء. المهم حطيته متاخر يا البنات، وبصحتكم وحقكم الجنه. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديال هذا النهار. وشحال هذه ما طيبت الدجاج محمر. وهذا الكاطو اللي شرا راجلي بنين تبارك الله، هذا الكاطو ديال الكريم. بصحتكم.